شهادة الصحة العقلية بالنسبة للجزائريين. السلام عليكم. واش فرصكم بأن على كل الجمهور الذي يريد الحضور إلى كأس إفريقيا 2025 بالمغرب الحصول على الفيزا الإلكترونية، لكن باستثناء الجمهور الجزائري فعليهم الحصول كذلك على شهادة السلامة الصحية. واش فرصكم أن على كل جزائري أو كل من الجمهور يجي خصو واحد 7500 أورو. عرفتوا شحال كتسوى؟ واحد 23 مليار أو 23 مليون دينار جزائري. واش فرصكم بأن الوصول إلى المغرب يلزمه مجموعة من الوثائق؟ تفضلوا رفقة هشام خضري أشكا نيوز نوصل الرسالة إلى من يهمهم الأمر ومن يريدون القدوم إلى كأس إفريقيا بالمغرب. لا تنسى الإعجاب ومتابعة الحساب. المغرب أولا ولا غالب الله، عاش المغرب ولا عاش من خانه، يعلم الله كمحبك يا وطني، يعلم الله كمدافع عنك هذا الوطن. إذن الحصول على الفيزا الإلكترونية يلزمها الكثير إخواني أخواتي، يلزمها شهادة الصحة العقلية بالنسبة للجزائريين، يلزمها الحصول على تذكرة المباريات، يلزمها حجز بإحدى الفنادق، يلزمها حساب بنكي يتجاوز 7500 دولار. المهم غير نوض نقول انا جاي للمغرب، الا بغيتي تشجع الفرقه ديالك خصو يكون عندك الحساب ويلا تكفيك في الماكله والى غير ذلك. اما التذكره خصك تكون شاريها عبر التطبيقات ديال الكاف، خصك تكون حاصل عليها، وخصك كذلك تحصل على حجز باحدى الفنادق. وتما فاش بقات مدينه الرباط والاقامه بالنسبه للجزائريين في الرباط انا كتبان لي غتقام عليهم غاليه. تشجيع المنتخب الجزائري غتجي غير، المهم غادي يجيو دوك الناس، اظن غادي يجيو ناس راقيين ويجي جمهور راقي، وغاديش يجي من ولا، ولكن وسط هذا الشيء انا عارف غادي يكونوا مندسين الناس ديال المخابرات النظام الجزائري راه ما يفوتوش الفرصه. لهذا غادي يكون واحد نظام خاص وغادي يكون واحد التأمين خاص للجمهور الجزائري. هزوا راية الجزائر كما حبيتوا، غنيوا الاناشيد ديالكم كما حبيتوا، مرحبا بكم. وشفتوا المباراة اللي جراها المنتخب الجزائري ضد المنتخب غينيا بمدينة الدار البيضاء. خرج الجمهور الجزائري كان مفلس شوية وطلع للكراسة وبدا كيعبت في الملعب، وشنا بليلي كيفاش كيهرس في اللوحات الإشارية. لكن غتخلصوا كثير. بغيتي تجي للمغرب خص تكون عندك المادة، او الا بغيتي تجي تخرج من العصور الوسطى والعصر الحجري وتجي للعصر الحالي خصك فيزا باش تخرج من دولة الجزائر وتجي للعالم المتقدم والعالم المتحضر اللي هو المملكة المغربية. بغيتي تشوف غير المغرب خصك فيزا إلكترونية. وصلتكم الرسالة. المهم راه الملعب اللي كان حفرة وجدنا الملعب وراه واجد، بقينا غير كنغطيو شويه في الجنبات ديالو، ولكن قبل راه كاينه مباريات في الشهر الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم، بطولة كأس العالم لأقل من 17 عام النسوية. كأس العالم النسوية أقل من 17 سنة في المغرب وفوق ملعب مولاي الحسن اللي غيحتضن مباريات المنتخب الجزائري حتى هي. إلى اللقاء. دير لايك الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. غير ما تنساوش بأن الصحراء مغربية ولا عزاء للحاقدين.